بيبدأ الفيلم في روسيا وبنشوف عصابة بتهجم على قاعدة تابعة للجيش الأمريكي، وبيقتلوا كل الموجودين في القاعدة النووية دي، وبيعملوا كده علشان يستولوا على الرؤوس النووية ويدمروا بيها أمريكا. وبنعرف إن الصاروخ النووي بيستغرق 24 دقيقة بس علشان يوصل أمريكا، وعلشان كده بيعمل الجيش الأمريكي محطة مضادة في المحيط الهادي اسمها SB، وبيكون مهمتها الأساسية صد أي هجوم من روسيا. بنروح بالأحداث لبعد 3 أيام بتوصل النقيب كولين للمحطة SB، وهتكون قائدة المحطة في حالة أي هجوم يحصل من روسيا، وبالذات بعد ما استولت العصابة على المحطة في روسيا. بتتكلم مع جندية في القاعدة وبنفهم إن كولين كانت بتشتغل في المحطة قبل كده، وإنها اتنقلت لقاعدة تانية لكنها رجعت لأنها أكتر حد هيقدر يقوم بالمهمة دي. وبيعتذر لها قائد المحطة لأنه هو اللي طلبها شخصيا، لكنها بتقوله إنها هتقدم طلب نقل لأنها عاوزة ترجع تشتغل في القاعدة العسكرية للجيش الأمريكي. بتوصل الجندية لأوضتها وبتقول لها إنها فخورة بيها جدا بعد اللي عملته لما كانت على المحطة، وبنعرف إن في قائد حاول يتحرش بيها لكنها قدرت إنها تصده وهجمته. وبتتعصب كل لما بتفتكر اللي حصل، وبتكون عاوزة تسيب المحطة بأي شكل، لكنها بتهدى لما بتفتح رسالة أبوها ليها وبيكون كاتب لها إنه بيحبها. لكن فجأة بيخبط القائد وبيطلب منها إنها توصل لمحطة القيادة بسرعة، وبتاخد سلاحها وبتسأله عن اللي حصل، وبيقول لها إن في عصابة هجمت على القاعدة اللي في روسيا وسرقوا منها 16 صاروخ نووي، وإن أمريكا كلها ممكن تتدمر لو الصواريخ دي اتضربت. بتوصل لمركز القيادة وبتتعرف على راؤول وهيفر، واللي بيقول للقائد إن في غواصة روسية على بعد 65 كيلو من القاعدة وإنها احتمال تكون تبع العصابة، وبيطلب منه القائد إن يكلم القوات البحرية علشان يبعتوا غواصة تراقبهم. بيتفاجئوا بعدها في فيديو بيعمله رئيس العصابة وبيقول فيه إنه هيضرب أمريكا بالصواريخ دي وهيمحيها من على وش الأرض. بيقول لها القائد إنه هيغير الرقم السري لنظام التدمير الذاتي للمحطة، وبتفهم من كلامه إنه شاكك إن القاعدة فيها خاينين بيشتغلوا لصالح روسيا. وفجأة بتلاقي أفراد من العصابة متنكرين في شكل عمال نظافة، وبيكتشفوا إنها كشفتهم فبيضربوا نار على القائد وبيقتلوه، وبتستخبى كل منهم. لكن لما بتلاقيهم بيقربوا من القائد علشان يخطفوا بطاقة الدخول لمركز القيادة، بتسبقهم وبتاخدها وبتهرب من المكان، وبيهاجمها واحد منهم لكنها بتقدر تخلص عليه وبتدخل بسرعة لمركز القيادة وبتكون في أمان لأنها ساعتها مش هيقدروا يوصلوا لها. بتتكلم مع القائد بتاعهم واللي اسمه ألكسندرا من خلال الجهاز اللي على الباب، وبتسأله ازاي قدر يدخل المحطة رغم كل التجديدات الأمنية، وبيقول لها إن بيجهز الخطة بقاله 6 سنين وإنه لازم يدمر محطة SB علشان يقدر إن يضرب الصواريخ النووية. بيطلب منها إنها تفتح الباب وإنه مش هيأذيها، لكنها بترفض، فبيأمر رجالته إنهم يكسروا الباب علشان يدخلوا مركز التحكم. وبيحاول يلعب بأعصابها وبيقول لها إنه حط مادة سامة في فتحات التهوية وإن كل اللي في المحطة ماتوا خلاص. بيجي لها مكالمة من البيت الأبيض وبيسألها الرئيس عن الموقف في المحطة، وبتقول له إن في عصابة هجمتهم وقتلوا كل الموجودين ما عدا هي وإدوارد وبيفر، وإنهم بيحاولوا يكسروا الباب وفي خلال 40 دقيقة هيقدروا إنهم يسيطروا على مركز التحكم للمحطة. وبتطلب منهم دعم علشان يحموا المحطة، وبيقولها إن هم فعلا بعتوا دعم لكن قدامه حوالي 90 دقيقة علشان يوصل للمحطة. وبيصرخ راؤول لأن العصابة هتقدر تدخل لمركز التحكم قبل ما يوصل لهم الدعم. بتتفاجئ ان الكسندرا واخد عقيد جيش رهينة، وبيهددها ان لو مفتحتش مركز القيادة هيقتلوه، وبتقوله انها مش هتفتح الباب مهما حصل. وفعلا بيقتلوا الرهينة اللي كانت معاهم قدامها علشان يتعبوا اعصابها. بتحاول تهدي راؤول اللي بيكون متوتر جدا، وفجأة بتتفتح فتحة في الارض وبيطلع منها واحد من العصابة وبيهجم على كولين، لكنها بتاخد سلاحه وبتقتله وبترميه من الفتحة اللي دخل منها. بيوريها الكسندرا صورة ليها وهي صغيرة وبيقولها انه عارف قصتها، وبنعرف انها اشتغلت في قاعدة عسكرية والجنرال حاول ان يتحرش بيها، ولما قررت تشتكيه محدش صدقها، وانها سجلت محادثة كانت بينهم وفعلا اترفض بعدها. لكن الضباط اللي كانوا بيشتغلوا معاها فضلوا يطاردوها لحد ما دخلت في حالة نفسية سيئة، وانها فكرت انها تنتحر لحد ما جه والدها وقدر انه ينقذها. لكنها بتقوله ان كلامه مش هيأثر فيها وانها مش هتفتح الباب مهما حصل. بيقرر ان يرشيها وبيوعدها ب 30 مليون دولار لو فتحت الباب، لكنها بترفض ان يوصل مركز القيادة بأي تمن. بيقدر الكسندر ان يكسر اول باب وبيكون لسه قدامه باب واحد بس علشان يوصل لمركز القيادة. بيفوق بيفر اللي بيتفاجئ لما بيضرب كولين وراؤول بالنار، لكنهم بيكونوا لابسين واقي من الرصاص، وبيفتح الباب لألكسندرا وبيكون هو الخاين اللي موجود في المحطة. بيكلم ألكسندر رجالته اللي في روسيا، وده علشان يجهزوا الصواريخ اللي هتتضرب على أمريكا وإنهم يستنوا إشارة منه في أي وقت.
بيخترق بعدها كل الشاشات اللي في امريكا، وبيكلم البيت الابيض وبيقول لهم ان هيدمر امريكا لانه مجتمع فاسد، وانه مش بيعمل كده علشان الفلوس. بيقرب من راؤول وبيطلب منه يحكي موقف وحش حصل له بسبب سياسات امريكا الغلط، لكن بيرفض راؤول وبيقول له انه بيحب بلده ومش هيعمل كده. لكن بيقطعوا بيفر اللي بيضربه لحد ما بيفقد الوعي. بيجيب الكاميرا على كولين وبيقول انها رفضت عرض ب 30 مليون دولار علشان بتحب بلدها، لكن بلدها مش بتقدرها، وظباط الجيش بيلاحقوها في كل مكان بتروحه. بنشوف الصاروخ في طريقه لوس انجلوس، وبتفكر كولين في طريقه تقدر بيها انها تفعل الصواريخ المضاده، وبتكسر صابعها الصغير وبتهجم على العصابه بالمسدس وبتهددهم، وبتقدر انها تخرجهم من مركز القياده. لكن بتتفاجئ بواحده من العصابه بتهجم عليها، وبيدور بينهم قتال قوي جدا، وبتقدر انها تفعل الوضع الدفاعي في اخر لحظه، وبيتدمر الصاروخ النووي. بتضرب عليها البنت اللي بتشتغل مع العصابة النار، لكن بتاخد كل مسدس من على الأرض وبتقتلها بيه، وبتحاول بعدها إنها تخرج الرصاص اللي في إيديها. بيجي لها مكالمة من البيت الأبيض وبتشكر الرئيسة إنها أنقذت لوس أنجلوس، وبتوعدها إن الدعم هيوصل في أسرع وقت، وبتديها معلومات عن ألكسندرا وإنه كان ضابط في الجيش الأمريكي وكان مسؤول عن قسم العمليات النفسية. بيفوق راؤول وبيسألها عن اللي حصل، وبتقوله إنها قدرت تنقذ لوس أنجلوس من الصاروخ، وبتساعده يفك الحبل اللي في إيده، وبتقعد بعدها تستريح. بنرجع بالاحداث فلاش باك، وبتفتكر كلامها مع والدها لما قال لها انها لازم تقف في وش اي حد بيحاول ان يحطمها مهما حصل. لكن بيقطع راؤول تفكيرها وبيقول لها ان الكسندرا طالب ان يتكلم معاها. بتتكلم معاه وبيديها معلومات عن والدها، وبيوريها فيديو للعصابة وهي خطفاه، وبيهددها انه هيقتله لو ما فتحتش الباب، لكنها بتترجى انه ما يقتلوش، وبترفض انها تفتح الباب لان ناس كتير ممكن تتقتل لو الصواريخ فعلا وصلت لامريكا. بتطلب من الكسندرا انها تكلم والدها اللي بيقول لها انها ما تستسلمش وما تفتحش الباب، لكن الكسندرا بيديهم تعليمات انهم يقتلوه، وبيقفل بعدها الفيديو. وبيكون البث المباشر لسه موجود، وبتكون امريكا كلها شايفه كل اللي حصل. بياخد الكسندرا جائزه التدمير الذاتي من القائد اللي قتله، وبيقرر يدمر المحطه كلها، وده علشان يقدر يضرب الصواريخ بدون ما اي حاجه تعترضها. بتعرف كولين باللي عمله الكسندرا وان المحطه قدامها 13 دقيقه وهتغرق بالكامل، وبيقول لها راؤول انه هينزل تحت الميه ويوصل لغرفه التوربينات علشان يقفل كل الفتحات اللي ممكن الميه تدخل منها ويحمي المحطه من الغرق. بتتكلم مع البيت الابيض اللي بياكدوا لها ان الدعم هيوصل خلال 25 دقيقة، وبيكون وقت طويل جدا لان المحطة هتنفجر بعد 13 دقيقة بس. بيوصل راؤول لغرفة التوربونات وبيقدر ان يقفل جزء كبير من فتحات المية، وده بيزود العد التنازلي لحد 17 دقيقة قبل غرق المحطة. لكن قبل ما يخرج من الغرفة بيوصل بيفر وبيقتله. بنروح لكونين اللي بتكتشف وجود غواصة روسية قريبة منها، وهنا بتعرف ان الكسندرا كذب لما قال ان ابوه ملياردير وانه بيساعد العصابة الروسية علشان يدمر امريكا مقابل الفلوس. وبتغطي ازاز الباب وكمان بتقفل المايك. بيوصل الدعم اللي بيقتل الكسندرا وبينقله كولين للمستشفى، وبتزورها رئيسة امريكا وبتشكرها انها قدرت تنقذ امريكا من الدمار. وبيدخل ابوها اللي بيقول لها انه قدروا ينقذوه في اخر لحظة من العصابة، وبتترقى وبتكون قائد في الحرس الوطني في البيت الابيض. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.